بصوا بقى التويوتا السوبرا. طب تعالوا نشوف. ده الانجن اللي فيها. اه 26500 بداية المزاد. فيها ايه بقى؟ تعالوا كده لفة ما بعدية حواليها. 26500 بداية المزاد. فيها ايه؟ واخدة خبطة من هنا مزعلة. مزعلة، ولكن يعني هي فاتحة الارباجات هنا وفاتحة فوق برضو، بس مش فاتحة اللي قدام، فدي كويسة برضو. شايفين بقى المكان اللي ورايا ده؟ تمام، ده القرية للمزادات. فاحنا هنخش جوه هنتفرج على العربيات اللي موجوده، علشان اللي عايز في الامارات هنا او اللي عايز يجي من مصر يعمل مشروع. تمام، فاحسن مشروع هو بقى تيجي هنا. ده واحد من المزادات اللي موجوده هنا كتير قوي. تمام، تيجي تشتري عربيه، تخش المزاد تشتري عربيه وبعد كده تصلحها وتبيعها. فتعالوا بقى نتفرج على العربيات اللي موجوده ونشوف اسعارها. يلا بينا. مبدئيا العربيات، مبدئيا بقى بصوا كل عربيه عليها رقم. تمام، يعني دي مثلا عليها رقم 62، دي عليها رقم 61. حلو، الارقام دي عباره عن ترتيب دخول العربيه للمزاد. تمام، وكل بقى عربيه بيكون عليها ايه بقى؟ السعر بتاعها والمايلج بتاعتها. والسعر اللي هترسى عليه المزاد شايفين هنا 5%، فهيدفع عليها 5%. تمام، ضريبه للدوله. يعني العربيات دي لسه ما دفعش عليها ايه؟ الضريبه. فتعالوا بقى كده ايه، هوريكم العربيات الحلوه. فعندنا بقى ايه؟ الكيا الفورتي. تمام، دي بدايه المزاد بتاعتها 18500. بصوا الخطه بتاعتها هي دي. تعالوا بقى كده ناخدها نلف حواليها كده، ما فيهاش حاجه. الازاز اللي ورا والجزء ده. تمام، تعالوا نشوف عربيه تانية. ادي الميني كوبر، دي 2022 كوبر اس. دي بدايه المزاد بتاعها ب 65 ب 56500. ودي بس حادثتها، فيعني حادثتها عبيطه عبيطه. كل العربيات دي وارد امريكا. بصوا بقى الكامارو الفي 6، بدايه الميزان بتاعتها كام؟ 47. تعالوا في عربيه تانية انا شفتها كده. بصوا الاي 200، دي بدايه الميزان بتاعتها 46500 ونص. بصوا طبعا دي فاتحه ايرباج، وادي الخبطه بتاعتها. لسه انتوا شفتوا حاجه؟ ده انا باجي هنا اتعقد والله. الكامارو دي خبطتها عشان ايه؟ محدش يقول انت ما بتوريناش. خبطتها رخمه شويه. بصوا الجي ال اي 350 اهي. بصوا بقى التويوتا السوبرا. طب تعالوا نشوف. ده الانجن اللي فيها. 26500 بداية المزاد. فيها ايه بقى؟ تعالوا كده لفة ما بعدية حواليها. 26500 بداية المزاد. فيها ايه؟ واخدة خبطة من هنا مزعلة. مزعلة، ولكن يعني هي فاتحة الارباجات هنا وفاتحة فوق برضو، بس مش فاتحة اللي قدام، فدي كويسة برضو. دي بقى ايه؟ دي ما فيهاش حادثة. دي 220، دي متقلعة. يعني دي اتاخد منها الاكسدامات. بصوا حتى فك الاكسدامات بحرفية ازاي. تمام، عربية من جوه يعني فيها حكة هنا. عربية تمام وشغالة، بس دي شاشة صغيرة قوي، مش عارف انا ايه العك ده، بس برضو كويسة. تمام، تعالوا كده نبص عليها من قدام. يعني حاجات عبيطة، بس متقلعة بقى ايه؟ البيبان متقلعة، البيبان بتاعتها، فانت هتشتري لها بيبان. في عندك بقى الكورولا، دي امريكي. العربيات اللي هنا يا جماعه كلها امريكي. تمام، فدي فيها ايه برضو؟ غالبا ما فيهاش حاجه. هنشوف مع بعض كده. يعني هي فيها خبطه قدام وحكه وبتاع. المهم ايه؟ 6500 درهم. يعني دي تقف عليك ب 15000 درهم بعد تصليحها تقريبا. السبورتج فيها ايه؟ فيها قدام 19500 درهم، زود عليهم كمان، قول ال 15 كمان زياده المزاد وتصلحها 20. قول 20. طيب وقفت عليك ب 40 و2017. عاش.
السنترا نفس الفكره، الجينيسيس. الاودي بقى دي A6 ولا A7؟ دي A8. اوكي A8. اوه بدايه المزاد 4500 درهم. 4500 درهم فيها ايه؟ ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه. عربيه ما فيهاش حاجه يا جدعان. بصوا مكان البصمه فين. عربيه ما فيهاش حاجه. ما فيهاش حاجه. تعالوا بقى اوريكم جزء من العربيات اللي فعلا حوادثها هبله قدر الامكان فعلا، يعني الحوادث بتاعتها عبيطه بجد. دي 2016. تمام. دي بدايه المزاد بتاعتها 7500 درهم. تمام، يعني دي تخلص ب 10000 درهم. 2016. مفيهاش حاجه. فيها ايه بقى؟ فيها ايه؟ هنشوفها كده. مفيهاش حاجه. مفيهاش حاجه. فيها شويه حاجات في الصاج عبيطه تتلم يعني. فدي ممكن تقف عليك ب 10000 درهم بكل حاجه. بص بقى اللانسر دي ال 2017. دي سعرها كام؟ بدايه المزاد بتاعتها 3500 درهم، يعني دي لو وصلت 10 بتصليحها تبقى برنس. بصوا مفيهاش حاجه. حاجات هبله. حاجات هبله، كلها حاجات هبله. تعالوا كده نفتح ونبص جواها. يعني حاجات برضو هبله، مش هتعبك. دي بقى 16 و500 كده ريو 2020. دي انت لو جبتها وصلحتها وبعتها ب 25000 انت كده برنس في نفسك. حرفيا انت برنس في نفسك قوي. تمام. هتكون فاتحه، هي فاتحه ايرباجات طبعا، بس برضو اعتقد 25000 هيبقى سعر كويس قوي عليها.